مستحيل تمنع العراقيين من شرب الشاي، لا تقل لي درجة الحرارة 60 ولا غيرها. إذا مو شاي عراقي مهيل ومخدر بالطريقة الصحيحة مستحيل تبدي يومك. واحد من الشباب الأبطال موجود بمحافظة النجف هو عباس. هذا الشاب الحلو صاحب كشك موجود بحي الغدير، مقابل مطعم كرار برجر. الشاي والقهوة الشكليتية عنده خرافية يا أخي. الشغلة اللي تعجبنا مشاريع الشباب دائما يطلعون بأفكار حلوة. مثلا سوالكم توصيل لكافة المحافظات، توصلكم القهوة الشكليتية طريقة مرتبة مثل ما تشوفون، حتى الكيلوات متوفرة عنده، ويعلمكم شلون تحضروها بالطريقة الصحيحة. ايش تردون بعد؟ بالأخير حاولوا تمرون عليه. يقولون على شنو سعر الشوكولاتيه المطبوخه اللي انا اطبخها وادز لهم اياها. تمام، هاي الشيشه تاخذ 12 كوب سعرها 10000 دينار. طبعا انا اطبخها وخبطتي اني اوكي، والتوصيل مجاني لكل المحافظات. الشغله الثانيه، من توصلك الشيشه اوكي وتريد تشرب، من تريد تخلي بالفنجان خلي الكميه اللي تريدها، مو تروح تحميها كلها، لا حمي الكميه اللي تريدها، فنجان مثلا او كوب، وشربها كلها لا تخلي بيه. هي طيبه راح تشربها انت كلها انا متاكد، بس خاف يزود عندك بالفنجان او بالكوب لا ترجعه بالشيشه، على مود تبقى عندك مده اطول بالثلاجه وما راح تخرب، وهي راح تبقى اقل شيء 10 ايام عندك اذا حافظت عليها.